صباح الخير اخوان. اليوم نبدي الفيديو مالتنا الساعة ب6 الصبح. بس نفتح السيارة نحط بها اللفة. هاي مسدودة السيارة، يعني نحط اللفة هنا مو مشكلة ونشوفكم. اليوم محملين حمل من البارحة. الزبون نفسه طالبنا مال ذاك الاسبوع. شوف الدهن اللي واقع هنا، هاي لازم اسويه. الزبون نفسه طالبنا مال ذاك الاسبوع. البارحة حملت من عنده وما لحقت اذبه. عندي هذا الحمل اللي حملته من عنده. واليوم ورا ما اخلص شغل اروح اغسل السيارة. السيارة وسخة الى درجة، يعني الى درجة. شوف هنا شو مسوي بالسيارة. وعندي هنا ما اعرف اذا يبين عندكم بالتصوير او لا، هذا كله الحديد مشقق مفتوح الحديد من هنا. ما اعرف اذا يبين كل زين ولا لا، بس بعدين ان شاء الله من نخلص شغل نروح المكان نغسل بيه السيارة ونسوي بيه ان شاء الله هاي الحديد اللي ورا المكسورة او المشقوقة. من ذبونا قطع كونكريت صار ثقيل عليها طقت والله، في حرامات. هسه نروح نسويها، لانه اذا تبقى هاي تبوط، تاخذ المي، تاخذ تكرمون الانقاض والشي والزبالة. نحط اللفة والبطل مال المي مالتنا هنا، نصعد. اهم شي ننزع الحذاء مالتنا. يا الله، نضبط القعدة ونرجع لكم. يا بس ضبطناها القعدة، نفخنا بهذا الجهاز مال الكحول، لانه اذا ما تنفخ بيه ما تشتغل السيارة. فهسه بسم الله الرحمن الرحيم شغل السيارة. ما شاء الله يا اخي، احب الاسكانيا، احب اسكانيا واحب صوتها، يونس من الصبح. طبعا الاكسل ما اقدر ارفعه لانه محمل تقريبا يا محفوظين البقى والسلامة 16 مو 15.4 يقول الميزان مال السيارة. فهسه نروح نذبه هذا الحمل، لانه الساعة ب7 انا لازم اكون بالموقع مال الشغل. هسه الساعة ب5:56. نرجع بق هنا. الامور طيبة يا ابي، الامور طيبة. تقريبا طريقنا يبعد نص ساعة، 40 كيلو 45 كيلو. بس الواحد لا يضرب له شغلة هسه من هنا، المكان شوية ضيق. الامور طيبة. فيبعد المكان عنا هسه تقريبا 40-45 كيلو. اكو شنو هاي؟ لا ماكوش، حسيت اكو شي بالسيارة. يبعد المكان تقريبا 45 كيلو 35 كيلو. والله يعني ما حاسبها بالضبط ايش قد، بس ندلل المكان. فالمهم هسه احنا شو نسوي؟ نروح ذاك المكان، نروح المقلع نذب هذا الحمل. نشوف اليوم كم حمل راح نسوي، وبعدين ورا الشغل ان شاء الله الساعة بالوحدة يوم نخلص شغل. والله الشغل نروح ذيك الشركة نصلح السيارة ونغسلها. شوف هذا الشارع كلش يحبه بالصيف، يعني بديع الى درجة، منه ومنه اشجار. وهذا طبعا للعلم التشجير هذا كله بالشارع، هذا مو من الدولة. يعني اكو ناس تقول هاي التشجير كلش حلو ما اعرف شلون. خليني اسوي لكم هيك يعني تشوفون احسن. يقولون التشجير حلو ما اعرف شلون. هذا التشجير كله مو من الدولة، هذا كلية حدود البيوت. يعني هذا بيت وبيه اشجار، هذا بيت وبيه اشجار، هذا بيت وبيه اشجار، هذاك بيه اشجار. وما حد ملزم يعني انه يشجر، للعلم ابد ما حد ملزم انه يحط شجرة بالبيت. يقدرون كلها يقصوها ويحطوها هيك صافية دافية، بس اختاروا انه يحطون اشجار. وشوف الشارع شلون يختلف، واسفلت، حتى اسفلت ما مخطط. فيعني الجمال مال الشوارع هو جمال الناس اختارت تسويه، يعني مو الدولة اختارت تسوي. والنظافة بالشارع هم الناس اختارت تسويها. الدولة يعني مو يوم تجي تنظف وتلحس الشارع وتنظف لنا مثلا الرصيف وهذا. شوف تكرمون هاي السلات مال الزبالة، كل واحد حاطها قبال بيته. تجي الدولة بس تشيلها، وبعدين من تبني اتوقع بالاسبوع كل اسبوعين مرة تجي تشيلها الهاي. الناس تذب هنا وتجي تشيلها الدولة. هاي ماكو احد منا، ماكو احد. احنا ناخذ يصلح. يعني النظافة والتشجير هذا هو اختيار للناس، لا اكثر ولا اقل. واحد يتمنى انه ببعض الدول، ما نعدد الاسماء على مود مصر حساسية، ببعض الدول تصير هذا الشيء نظام، ونشوف ان شاء الله الدول هاي احسن من هالدول هاي الاوروبية. هسه نروح نذبه للحمل، صارت عندنا محاضرة. تدرون ذولا عندنا كارثة هسه بالشوارع، يعني ما اعرف شلون يخلوهم يسوقون بالشوارع صراحة. يمشون 45 مرات 30. هسه هذا يمشي 30 مثلا. هسه لان نزله شوية قاعد يدوس لها. المشكلة انه ما يقدر يمشي اكثر من 30. السرعة 70، السرعة 80، السرعة 50، ماكو، هو يمشي 30. اكو نوع من الناس اللي يسوقوها يوخرون على صفحة، يعطوك مجال لانه يصير ازدحام. يعني هسه مثل ما هسه
شوف هسه شلون صاير ازدحام وراي. اكو ناس يعطيك مجال. شوف هسه هذا ما وخر، ما يعطي مجال. تعال ابقى ورا لحد ما الله يفرج. والشارع كله سايد واحد، ولو فاتي منه يسرى ما تقدر تطلعه. يعني انا بين ما اطلع يراد لي مسافه اكثر من هيجي، وهاي لوفه. خايف يجي واحد هسه قبالي الدوره فرشه. فهاي خلاص هاي تبقى ورا لحد ما الله يفرج. كارثه والله، كارثه ذولا بالشارع. يبا هاي وصلنا للمقلع تقريبا بعد نص ساعه سياقه، 29 دقيقه بالضبط. شوف هاي طلع لي انه الاد بلو قليل، مو مشكله. ديزل عندي نص تانكي واد بلو عندي ربع تانكي، لازم اروح اعبيهن والله، هاي مشكله. وهسه ما لحق، يلا مو مشكله، نروح نحمل من الموقع مال الشغل وبعدين نروح نعبي الاد بلو والديزل. هسه وصلنا لقبان. شوف ذولا قبالي هسه، بس يخلص يجي دوري اصعد انا اوزن السياره، ناخذ الوصل مالتنا نروح نذب ونطفر. لان الساعه ب7 لازم انا هناك. هسه الساعه ب6 و26 دقيقه. الطريق للموقع مال الشغل تقريبا منها ربع ساعه، مو هواي. فيعني نلحق بشكل عام نلحق، الا اذا لا سمح الله صار لنا شي بالطريق. يابا هاي هسه الورقه مال الميزان مالتنا مال القبان حصلناها، نخليها هنا ونخلي هاي فوقها هاي ونروح نذب. شوف قاعد تبلل الحمل مالتها على مود ما يطلع على العالم. شلون نقعت الحمل ترابها يا محمد، مو هاي. هسه احنا شو نسوي؟ وين نذب؟ والله نذب برقم 1 فوق مكتوب لنا. فهسه نفرها بالفلكة مال صباح الخياط مالتنا، فريناها هنا ونروح على رقم 1 نصعد نروح نذب هناك. نشوف ايش كم حمل اليوم راح نسوي. بس هسه بالطريق والله يمكن راح اعبي، لا اروح احمل اول حمل وبعدين بالطريق من نجي نذب ذاك الحمل الثاني اروح اعبي ديزل واد بلو. مو مشكلة، تتحمل السيارة بيها ربع تانكي واد بلو. من هنا ماك احد، من هنا ماك احد، نروح نطير احنا لي فوق. اهم شي السيارة منوال سادس، يلا سادس تصعد مو مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تشوفوا الجزء بالتصوير مو قوية الصعدة، بس هي قوية. السيارة محملة بالنسبة لي قوية. ما اعرف اذا صعدت بالعراق. هسه يجيني واحد يقول لك اني اصعد جبل عرفة بالسيارة. يابا السيارة يعني بالنسبة لنا هنا هاي الصعدة قوية. هسه نرجع هيجي هناك راح نذب احنا. هاي عندي كاميرا هنا من الحمد لله تبين لي الامور كافي. نعدل الاستيارة مالتنا. وبعدين عندنا هاي الدقمة هنا، هاي مال الماكينة مال تيب اللي ورا مال قلب. فهسه نفتح البيبان الخلفية ونصعد السيارة والامور طيبة. نقلب هذا الحمل ونروح نحمل الثاني. والله يا اخوان صارت ساعة ب6 و53 دقيقة وصلنا احنا بالموقع مال الشغل. هذا الموقع مال الشغل، بس شنو ولا طير ولا حمامة. موقع مال الشغل فارغ يصوصي. لا ذاك والله يجي واحد ورا. انا شو نسوي؟ نرجع بيك نوقف هنا. شوف ذاك يجي يتمشى، هذا ذاك هناك. لا 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 الله لا موتهم. هسه يشوفوني هنا كتلة، نوقف على صفحة بحيث يعني انه شنو من اذي الباقين، لانه المكان هو كله ضيق. نوقف هناك، ماكو شي من هنا، ماكو شي من هنا، نوقف من هنا احنا. ربع ساعة الاستراحة مالتنا ناخذها. هذا ابو الشباب هياته، ماكو شي وراي، الامور طيبة. اي نوقف هنا احنا، هنا اي نوقف هنا ناخذ الاستراحة مالتنا ربع ساعة. ندوس هنا ناخذ استراحتنا ربع ساعة بين ما يخلصون ويجون يحملون. نشوف شو وقت يجون. كل ما يتأخرون بعد احسن. هو الشغل يمشي على الساعة لما انا موجود هنا داخل الموقع. لما اطلع يشتغل على الطن. فيعني هنا كل ما انا اتأخر كل ما احسن لي. فخليهم ان شاء الله يجون بعد 3 ساعات. يابا هسه ابو الشباب ما دام هو كان قبلنا وقال ابو الشفر قال تعال خل احمل لك يوسف. قلت له لا هو قبلي. فهسه حمل ابو الشباب قبلنا. شو نسوي هسه؟ نرجع ذاك ابو الشفر ورانا. شنو هذا؟ من ورا مشلي؟ ما اعرف. المهم هسه نرجع بيك. زين هسه احنا من نطلع من هنا نطلع. اي من هنا نطلع هيجي وبعدين نطلع شوية يمين. وين السيارة؟ وين الشفر؟
هذاك هو الشفل. ادور على الشفل وين الشفل؟ شوف من هنا ماكو شيء، ورانا ماكو شيء. هناك نرجع ورا. شوف هاي المكان كله شالوه. اي هسه نرجع من هنا. طبعا ننتظره لحد ما يشيل الكيلة مالته ويندار علينا على مود يشوفنا. شوف هسه نبدي نرجع لبيك، نعدل السيارة عليه، كاس النهارن، ننزل الاكسن والامور طيبة يابا. نقعد هنا لحد ما يخلصنا تحميل. شوف الكيلة مالته ايش قد. يلا 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 اطلع 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 اطلع. يحتاج له شوية يلا يطلع الميزان. تشلب بعد ما يطلع راح يذب الكيلة الثانية. ذب الكيلة الثانية وبعد الميزان ما بيشتغل يا معود. اي اشتغل. شوف الكيلة مالته تقريبا 800 كيلو 900 كيلو بهالحدود هاي. هسه نحمل هذا الحمل ونروح نذبه، وهكذا نطلع اليوم كليته نخلصه لحد الساعة ب 12 ونص الساعة بالوحدة نخلص الشغل، وراها نروح لذيك الشركة الثانية نشوف اليوم ايش كم حمل نسوي. يعني المفروض بين الخمسة والستة، المفروض إذا رب العالمين رزقنا بأكثر الحمد لله والشكر، إذا بقل هم الحمد لله والشكر. شوف ايش كاتب لنا رب العالمين نسوي. شوف هذا الموقع اللي هم دا يسووه مثل ذاك اللي نسويه. هذاك الأخير هناك التراب إذا تشوفوه رمل وبعدين يحطون تراب فوقه، وهذا كليته الموقع هيك راح نبدأ نحفر بيه لحد ما نوصل لذيك الشفرة الأخيرة هناك هيك بنهاية الموقع. هذا كليته راح نحفره. يعني الحمد لله والشكر اكو شغل من هنا للشتاء. اخوان وصلنا لبنزين خانة هسه. الساعة بيش صارت 8:37 دقيقة. صارت 3 حمولة ذبينا، الواحد الصبح ذبيناه وبعدين حملت 2. يلا جيت للبنزين خانة، والله بقى 18% دبلو و39% بيها ديزل. والله الديزل يمشينا اليوم كليته، بس لا دبلو شوية خطر. لا دبلو اذا سامح الله اذا اقل بالسيارة السيارة تقفل، الماكينة تقوم تمشي 20 بس، يعني السيارة ما تمشي اكثر. شوف السيارة كل شي ما بيها، بس النظام مال لا دبلو يقفل السيارة. مثل سيارتي شلون اسمع شلون حلوة. زين هسه هذا واقف على السرة، هذا ما واقف على السرة، هذا واقف استراحة. هناك ذاك الاخ واقف قبلي. ناخذ هنا هيجي يسرى شوية ونوقف وراه لحد ما يخلص. شوف الديزل زاد من وراء الضربة مال ايران، يعني ما صاروخ يذبون بايران، الصاروخ يوقع بينا قبل ايران. يعني اول البارحة كان ب 16 كرون، هسه باع ب 18 كرون، يعني فرق تقريبا كرونتين. يعني هاي الكرونتين اللي هي 0.2 دولار، يعني هي لا شيء، بس بالتفويله مالتي الاخ، يعني التفويله التانكي كليته تفرق عندي يمكن شي 200 دولار 150 دولار بالتفويله الوحده. يعني كل 3 ايام انا تفرق عندي 100 وشويه دولار. شو وقت تخلص الحرب ما ادري. هسه ننتظر هذا الاخ يخلص، الاخت والله الاخت تخلص واحنا ننزل وراها نعبي ديزل وادبلو. والله اخوان انضربنا بوري. هاي البنيه جتي قالت البومب المضخه رقم 17 اللي هي بيها لا دبلو ما تشتغل. الله انا عندي 18% دبلو بس، يعني هي اتوقع تكفيني هي هاي 18%، بس هاي مشكله ماكو مضخه ثانيه عندهم بها دبلو، هي بس هاي، مو هي بس هاي شلون سالفه هاي. اذا اشتري دب يلا، اذا اضطريت كلش اجي عليهم اشتري دبه. الدبه شويه غاليه هنا، يعني اذا اللتر بكرونه اللتر ب10 كرونات هو، يعني اللتر بدولار. اذا اشتري دبه اخذ الدبه بيش بالله اللتر يصير عليه تقريبا ب4 دولار، 4 اضعاف 5 اضعاف يصير السعر، فغالي السعر الدبه كلش غاليه. خليني اشوف والله يكفينا لا دبلو يكفينا. هسه بنرجع على جنوب ستوكهولم من هناك اعبي بالطريقه ذيك الورشه اللي راح نصلح بيها ونغسل بيها ان شاء الله. بالطريقه هناك اكو وحده مضخه نروح نعبي هناك. لحقنا عليها، ما لحقنا نشتري لنا دبه نمشي امورنا بيها. هاي ننزل على السريع ونرجع للشغل. امرنا يلا. والله اخوان هاي رجعت تقريبا ورا ساعه، رجعت للبنزين خانه نفسها، حكيت وياهم قال لي يشتغل البومب ما بيشي. يا اخي والله مشكله الواحد من يعتمد على واحد كارثه. نزل التليفون هيجي. المهم هسه المفروض يشتغل.
خليه هيجي شغله. والله اشتغل، والله اشتغل. وذيك تقول لي لا والله ما يشتغل البوم. هذا اشتغل. البوم هي المضخه، هاي المضخه مال الديزل وهاي المضخه مال AW هيك يصير شكلها. هسه مفرغ يعني ما تقريبا باقي 16 17%. اللتره بدولار صايره ب9.99 يعني دولار. خلينا نشوف والله التفويله مالتها بليش. تقريبا كل ايش قد افوله؟ والله تقريبا كل 3 اسابيع افوله. 3 اسابيع، مرات 4 اسابيع، مرات اسبوعين، يعني حسب الشغل، حسب الدوسه مال الديزل مالتي. وهسه هم شويه نفول ديزل وبعدين نروح. خلينا نشوف اليوم والله قد نصرف. والله اخوان عبيت الديزل 230 لتره. ايش بيه هذا؟ الديزل 230 لتره صارت ب 4050 يعني 405 دولار. وعبيت هنا هم 20 دولار ديزل وبعدين وقف البومب ومره ثانيه عبيت هاي. وعبيت الAW صار 74 لتر ب 10 كرون الواحد، صار 740 يعني ب 74 دولار AW، ب 20 دولار ب 405 دولار. انتوا حسبوها قد صارت. هسه نصعد يم حسن ونروح للشغل. والله اخوان هاي هسه وصلنا للمقلع. الساعة بيش؟ الساعة ب 12 دقيقتين بالوحدة هم يعزلون، بس لازم اخذ استراحة اني نص ساعة. بقت عندي اذا تشوفون هنا 27 دقيقة، فما ظل هواي وقت سياقة. فهسه نوقف هنا نص ساعة يا محفوظ البقى والسلامة. نفتح الحزام شوي نرتاح من عنده، نفتح الجيار. الله الله هسه شو نسوي يابا؟ نصعد الستيرن اللي فوق، نطفي السيارة. اريد انزل اشوفكم السيارة من ورا، ولو انتم شفتوها الصبح يعني، بس اشوفكم السيارة من ورا شلون شكلها هسه. الحديدة هاي المضروبة على مود. والله هذا هنا الدهن قاعد ينزل هواية. يومي راد اشتري الدبة مال الدهن. شوفكم هاي الحديدة اللي هنا، شوف شلون مكسورة. ما اعرف شلون اشوف لكم اياها. اي شوفوا شلون هسه هاي كلها انفتحت. هاي من هنا شق اليد اصلا، والمي وهذا كله قاعد يدخل من هنا. وعندي من هنا هاي هم هاي من تنضغط هيك للاخير، بس طبعا ما تنضغط لانه عليها حمل. من هنا هاي شويه مفطوره اذا تشوفوها هنا تقريبا مفطوره. هاي هم ينحمل اياها من الصفحه الثانيه، ويراد لي حديده مثلها احطها هنا. هاي اصلا ما هي الحديده هنا، مثل المفروض مثل ذيك هيك تصير على مود السد هذا المكان. وهذا الوسخ مال السياره كله المفروض يوقع اليوم بالغسله ان شاء الله. يعني السياره وسخه والله. يراد انهم نشتري دهن مال هيدروليك مال السياره، لان هذا الدهن اللي قاعد ينزل من هنا من الهيدروليك مال السياره. هذا الدهن هسه النقاط هي من هنا معبايه السياره للاخير. انا حاط هذا التيب على مود ابين ايش قد نازله. هي ما نازله هوايه، بس يحتاج لها دهن خاص. هاي هسه راح اشتري لها دهن لازم يمكن 10 لتر تطلع ب 250 دولار هيك شيء كلش غالي. هذا دهن خاص للبيئه، يصير يعني صديق للبيئه. ما اعرف شلون ناس ناصبه على ناس الله وكيلكم. فهسه ناظرنا نص ساعه على الاستراحه. هاي بقت ايش قد والله بالاستراحه؟ بقت 29 دقيقه. ناخذ 29 دقيقه مالتنا هنا نرتاح شويه بيهن من ظهرنا لي وراي. وراها نروح نصعد هناك نذب واروح لورشه مال التصليح والغسيل. يابا هسه خلصت الاستراحه مالتنا، صارت 12 و33 دقيقه. النص ساعه مالتنا خلصناها. هسه نروح على القبان نصعد نشوف الغيوم شلون طلعوا بالتصوير حلوه. حتى بالحقيقه هي تخبط. طبعا احنا حاطين هذا المثلث، ذني المثلثات بالقاع معناها ننطي اولويه للسيارات اللي جايه من هنا. ما دام ماكو احد فعلى كيفنا نطلع. الامور طيبه يابا، الامور طيبه. القبان هم ما بيها احد، هم الامور طيبه. هسه نصعد على القبان نروح ناخذ الوصل مال الحمل هذا ونذبه ونروح 40 كيلو للورشه. طلعت الورشه 40 كيلو، بس مو مشكله. انا اصلا يعني قريبه الورشه علي على البيت، يعني بكل الحالات انا هذا 40 كيلو سايقها بدل 40 كيلو قول 33 كيلو 35 كيلو قريبه يعني الورشه مو بعيده. هسه نخابر هنا ناخذ الوصل مالتنا ونروح نذبه. شوف قاعد امشي الثانيه 40 وشوف هذا قاعد يجي رون سايد عاطله السياره. وقاعد يسحبها هيك يسحبون السيارات بالسويد من ورا يسحبوها اذا فارغه، واذا محمله لا يسحبها من قدام، يفتح البريكات ويربط الهواء وما اعرف شلون ويسحبها. ياما سحبت السياره انا هيك سحبه. اوب 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 اوب, أوب. تفضل عيني تفضل. انا اسف انا عباره راح تطلع والله.
مو مشكلة. ياما يسحبوني هيك سحبات. كانت السيارة بالبداية تعطى الهواية أول ما سحبتها من الشركة، فكانوا يجوني يسحبوني على حساب الشركة طبعا. يوم من الأيام سحبوني على الطريق السريع، كنت قاعد نفس هاي القعدة مالتي، سحبوني بسرعة 80. السيارات قاعد تجي هيك بوجهي طايرة وأنا قاعد أرجع بسرعة 80. هسه ننزل هنا من هنا على السريع، ناخذ يسار ننزل على السريع، وما ظل شي تقريبا شي 15-20 كيلو ونوصل للورشة مالتنا. ماكو منا احد، الامور طيبة يابا. ناخذ يسار وننزل على السريع مالتنا. الاخوان كلها ناس دايرة على السريع. الامور طيبة يابا، الامور طيبة يابا. هاي هسه وصلنا، ما ظل شي يعني. هسه بس نطب منه انا يسرى. سادين الباب. هاي شنو؟ هاي طب السيارة من هنا يعني؟ فاتحين الباب من الصفحة الثانية والله. طب 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 هي طب، بس ما اعرف ليش ساديه. من هنا الامور طيبة، من هنا الامور طيبة. هاي هنا يبدلون تايرات، هاي شركة كلش معروفة. وهاي الورشة، هاي هياتي. سيارة قبلي، سيارة قبلي والله شباب. شوف لنا دحيسة نوقف بيها لحد ما يخلصون السيارة واحنا نطب. نوقف هنا والله. هاي مدخل، هاي مال الشركة هاي. والله ثاني مرة هاي اجي هنا صراحة. نرجع بيق نروح نوقف يم الباب مالته، هو من يريد يطلع السيارة احنا نطلع لي قدام. لو شو تقولون؟ يلا نوقف هناك يورا احسن. اي نوقف ليورا احسن، لان يمكن شركات ما اعرف والله صراحة اذا هاي كلها ملاتة لو شركات. نوقف هناك يم الباب احسن شي، يعني ما حد يقمز علينا. والله اخوان شرفاء صراحة، والله شرفاء بشرفي. راح يطلعون ذيك السيارة، قالوا انت ارجع بق بمكانها يدخل. الله وقاعد تكرمون الحذاء، انزل اجيبه. هاي شلون سالفة. اي يابا هاي طلعوها للسيارة. بس احنا بس شو نسوي؟ نروح بمكانها ندخل. لا نضرب ذيك السيارة والله قدم زايد وبعدين نكسر، لان خبزها يصير الغسلة علينا بمليون. هسه نرجع بقي هناك، ندخل جوا والشباب يغسلوه. والله الشركة كانت ذاك يوم ما فاتحة من جيت. خليك انت حجي، خلي كان ارجع بق قبلك. شوف يريد يرجع. وين هاي؟ نرجع بق. بعد اهم شي لا يضرب له سيارة. حاطين الف سيارة هنا. شوف من هنا قريبة هاي السيارة. رجعنا. الامور كلش طيبة. باب صغيرة بدل ما اعرف اسوق. اي لا زين. اي لا زينة. الامور كلش طيبة. نرجع له شوية ونرفع له السيارة على مود يقدر يغسلها من جوا هم، ونشوف شلون راح تطلع. طبعا هسه طلعنا من الغسيل والورشة رايحين للبيت. من نوصل للبيت اشوفكم السيارة، بس يعني ما حبيت اطلع من هذا الشارع الا اذا اشوف لكم اياه. يعني شوفوا شلون المكان استوها مطرت الدنيا، انغسل الشوارع انغسلت كليتها والاشجار انغسلت وطلعت الشمس. يعني صار مكان يعني بس يفتح نفسك للسياقة. سبحان الله شلون الصيف حلو هنا. ما ادري احكي، ما اظل ساكت واشوفكم الشارع هيك بس استمتعوا بالجو وياي. شو تقولون؟ احكي لو ما احكي؟ لا خليني ساكت بس باعوا. يعني حتى اذا نفسيتك تعبانة هم ترتاح في الشارع.
سبحان الله. يلا هسه من نوصل للبيت ارجع لكم. يعني قبل شلون كانت وهسه احسن بهوايه، وقع هوايه من الطين. بالنسبه لسعر الغسله كلش تمام، كانت ب$125. بالنسبه هنا بالسويد كلش تمام الاسعار، لانه يعني اكو هوايه اغلى توصل لل $1500 $1300 $1400. هاي الباب ما سواها، قال الاسبوع الجاي تعال يراد لها شغل شويه، فراحت هاي الباب الاسبوع الجاي. وهاي السياره من قدام من هنا. يعني الحمد لله خوش غسله. فيديو كلش طول. هاي السيارة من قدام.